السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا على قناتكم قناة ربيعة فلاح. كنرحب بالجميع وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليوه في حقي وعلى التشجيعات كذلك، والله يجعلها لكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم، وان شاء الله احنا مع بعضنا ان شاء الله تنوصلوا للمراتب العليا كما كتمنوا ليا. ان شاء الله كنتمنى لكم كل خير وربي يخيركم في احسن حاجه كتمنوها ليا واكثر واكثر، وشكرا لكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم الفريز. هذا هو وقته. خديت واحد الكميه، خديت واحد الصندوق، يعني راه هنايا هزو الدراري كلاو منه، كلاو هذاك الوجه، هذاك الحبات اللي تيكونوا كبارين. المهم بصحتهم وراحتهم، راه هما كلشي، هما الحياه ديالنا، هما علاش حنا ضاربين تماره، وعلاش يعني بزاف د الحوايج. الله يصلحهم ويصلح وليدات المسلمين اجمعين يا ربي، وحتى حاجه ما خساره فيهم وحتى حاجه ما كتضيع فيهم. هنايا بالنسبه للفريز، خديته هنايا بالجمله. خدينا صندوق يعني تقام، تنعرفوا باقي شويه ثمن زايد، ولكن هذا هو الوقت ديالو تيكون حلو، تيكون واحد الفريز سبحان الله العظيم حلو بزاف. منين تيكثر وتيولي الفريز موجود بزاف ما كيبقاش فيه هذيك الحلاوه، بحال كيتخلط، كيجي من مناطق مختلفه والله اعلم. المهم انا بدات تجيني هذه الوقيته ديال الفريز اللي بغى ياخذو حلو بزاف. هذا الصندوق هذا عرفتي راه دقت منه، راه تبارك الله ما شاء الله، يعني راه حبه تنسيك في الاخرى، يعني ما تخايش كاع تحبسي منه. المهم تقام عليا ب10 دراهم الكيلو يعني جمله. خدينا هنايا صندوق. دائما انا كنت سبق لي وتشاركت معكم، شاركت معكم طرق عديده ديال الفريز، وريتكم المربى، خرجنا منه المربى الكوفيتير وهذا وسميتو عفوا حيت كنشوف ديك خامجه باغا نهضر معكم وضغط. المهم علينا دابا نشرح لكم. خرجنا منه الكوفيتير، خرجنا منه المركز، خرجنا منه بزاف ديال الاشياء. ان شاء الله غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. اليوم غنتشارك معكم فقط طريقه، جوج ديال الطرق اللي نحتفظوا بها في المجمد، وغنقول لكم رايي في كل طريقه بكل صراحه، يعني بكل وضوح عن تجربه. يعني هاد الاشياء اللي كنشاركها معكم راه ماشي عن هوا، يعني راه هاد الاشياء كنديرها انا في المطبخ ديالي، ويعني سنين هذه ماشي عاد. الفريز ديالنا عزلته كيف لاحظتوا، اللي باقا طايبه شويه عزلتها، انا نصل الهواء نحطها هكا يعني في الثلاجه حتى كتبدا طيب هكا تناكلوها. يستهلكوا الوليدات تقريبا، راه نتوما عارفين الفريز عنده واحد 3 ايام ما كيفوتهاش نهائيا اللي بالنسبه اللي بغى الاستهلاك يعني ديالو. وبالنسبه للفريز دائما اللي كتبغوا تجمدوه او نحتفظوا به في المجمد، ضروري البنات مؤكد ضروري الفريز يكون جديد، ما مقيوش، ما خامش، ما فيه حتى شي قيص، يعني ما خامش نهائيا، ما فيه حتى شي ضربه، ما فيه حتى شي حاجه. ضروري الفريز ديالكم يكون صاينه، الفريزه خصها تكون صاينه وجديده قرطه كما تنقولوا، يعني راه بهذا المفهوم صراحه. يعني خضره كامله اي حاجه بغينا نجمدوها ضروري تكون جديده، ماشي نشريو شي حاجه خامجه اولا مضروبه اولا شي حاجه نقول حكا راه غنجمدها وغتبقى محافظه على الطعم ديالها ولا المذاق ديالها ونقول لا راه حكا ما خصناش نحتفظوا. لا، راه والله حتى هاد الطريقه اللي غنشارك معكم ان شاء الله راه تيبقى عندي المده ديال العام، ما كيخسر ما كيفسد ما حتى شي حاجه، تيبقى كيف ما هو، كيف ما هو، ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. كتجبديه وكتستعمليه بطبيعه الحال كنستعملوه العصير ملي كنوضعوه في المجمد العصير، وكذلك هكا بغينا نديرو به شي تحليه اولا شي حاجه راه كنستافدوا منه. الماكله لا، يعني نجبدوه ناكلوه هكا مباشره راه بطبيعه الحال لا. الفريز ديالنا كيف لاحظتوا ما كنحيدوش ليه الورقه ديالو اولا العرش ديالو نهائيا، ملي تنبغيو نغسلوه هكا باش ما كيفقدش داك اللون ديالو، تيتحيد هذيك الحموريه ديالو وكتمشي المنافع ديالو كلها في الماء. كنخليو الفريزه كيف ما هي. كيف لاحظتوا الغسله الاولى خليته في داك الماء شويه، يعني وضعت الماء حتى غطى عليه وخليته. كيف لاحظتوا منين جيت خويت راه بقى التراب لتحت، بقى داك التراب، عرفتي الرام ديال التراب لتحت. كنعرفوا الفريز حيت في الارض تيهز التراب بزاف. صافي وغسلوه، ضروري غسلوه بشي حاجه اللي هي اللون ديالها ابيض. والغسله الثانيه خويت عليه الماء ودرت واحد نقيطه البنات، نقيطه كيف لاحظتوا راه نقيطه ديال الخل غير باش يتعقم لينا ونتاكدوا بان راه ما بقات فيه حتى شي حاجه نهائيا. صافي وكنعاود نهز هكا. صافي هنايا راه مغسول مزيان، راه واخا غير 2 غسلات راه الاولى راه ما شاء الله خرج داك التراب
ما نعاودش لكم يعني. والغسله الثانيه كيف كتلاحظوا راه غنوريها لكم، ما غنلقاوش فيها صافي. هنايا عاودت شللته، وها نتوما هذاك الصغير هذاك الشيء اللي كتشوفوا راه غير هذاك الشعيرات اللي كتكون في الفريز، راه ماشي تراب ما حتى شي حاجه، غير هذاك الحبيبات اللي كتكون في الفريز، ودوك الشعيرات كيكونوا رقاقين. صافي الفريز ديالنا غسلته مزيان، خليته حتى نشف شويه يعني ماشي بزاف، حيت هنا ماشي ضروري خصو ينشف مزيان مزيان. صافي كنجيبو عاد في هذه المرحله هذه كنبدا نحيد هذيك النباته. وحاولوا انكم تحيدوا غير النباته الفوق، يعني ماشي دوزوا في الفريزه تضربوا فيها النص من الفوق اولا شي حاجه، نحيدوا غير هذيك النباته فقط. وكنجيب هنايا واحد البلاطو اللي على حسب القياس ديال المجمد ديالكم، وان شاء الله وكنبدا نحيد بحال هاد النباته من الفوق، وتنبدا نحطو على هذا الشكل هذا. بالنسبه الفريزه الا جاتكم كبيره بزاف قسموها على جوج، ما تخليوهاش يعني. هنايا راه عندي الفريز متوسط وكاين اللي فيه صغير خليت هذاك اللي صغير عاودت نعزلو. هانتوما غتشوفوا ان شاء الله كيفاش هذه الطريقه الاولى اللي غنشاركها معكم، وبقى الطريقه الثانيه هي اللي خليت ليها داك الفريز اللي هو صغيور. ضروري كنعرفوا الصندوق فيه الغليظ والرقيق والمتوسط والخامجه. وكيف لاحظتوا ملي كنت كنغسل رانا حيدت داك اللي خامجين اولا مضروبين اولا شي حاجه، رانا حيدتهم. اولا اللي كانت غير مقيوصه هكا كتحاولي تستعمليها في ديك اللحظه، يعني حيدي منها ديك الضريبه صافي وديريها عصير واستعمليها. ماشي توضعيها تجمديها. كيف لاحظتوا هانتوما الفريز راه كيبري، يعني ما يمكنش تجمدوا شي حاجه اللي هي مضروبه. صافي هنايا بالنسبه للمجمد ضروري البنات هنا راه الطريقه ديال التجميد كتختلف، ديال الثلاجات كتختلف كل وحده وكيفاش عندها. اللي تكون الثلاجه تدير الثلج، وكاينه اللي الثلاجه كدير البخار، يعني على حسب. راه هاد التجميد ديال البخار ماشي هو التجميد ديال الثلاجه اللي كتطلق اللي كدير الثلج. هنايا كيف لاحظتوا هانتوما داك الكبار رانا قسمتهم على جوج، غير على ديت الميكسور ديالنا باش ما يتهرش لينا ملي نبغيو نستعملوه. صافي هنايا ودخلت البلاطو رانا دخلته للمجمد حتى كتجمد لينا كل حبه بوحدها. وكملتها نتوما حتى هاد البلاطو تا ودرت ليه هكاك، والكميه اللي بقات ليا هنا بقاو صغارين كنحيد لهم حتى هما النباته. وهانتوما غتشوفوا الطريقه اللي انا غنستعملها في هاد الفريز. هاد اللي غنديروا هاد الطريقه الثانيه، حاولوا ما تقسموش الحبات واخا يكونوا غلاط، ديروا غير هذاك اللي صغارين، حيت لا قسمنا بزاف ديال البنات كيتشكاو من انه كيطلق الماء ملي كتقسموا الفراس ديالكم اولا كدوزوا فيه بالموس اولا شي حاجه، يعني هنا في كيبقى يطلق الماء. المساله واحده اخرى اللي كتطلق الماء، راه منين منين توجدوا الفريز راه هانتوما كيف ما كندير انايا غتبداو بالنسبه لهاد الطريقه. وغنقول لكم رايي في الطرق بجوج. هذه الطريقه الثانيه، هنايا درت هذاك الفريز الصغير وجبت بلاستيكات اللي كيدخلوا المجمد او الاكياس ديال المجمد. وهنايا حاولت نخدم معكم بالاكياس العاديه باش نوري البنات راه حتى الاكياس العاديه ديال المجمد بطبيعه الحال ديال التجميد، اكياس ديال التجميد ماشي اكياس عاديه. كان حتى هي نوريكم الطريقه كيفاش انكم تستعملوها. كيجيوني تساؤلات كثار كيفاش نديروا الا كان عندنا اكياس اللي هي ماشي عندهاش هذاك السداده من الفوق. هنايا كنحاول نوزع الكميه اللي غنحتاج فقط. يعني هنايا غنجبد البلاستيكه غنستعملها هذيك الساعه. هذا هو الديفو اولا العيب ديال هذه الطريقه الثانيه. وباقي ان شاء الله ما شرحتش لكم الطريقه الاولى حتى نجبدوه من المجمد وعندنا نوريكم. المهم هذا هو صافي كنديرو غير القياس فقط اللي غنستعمل. يعني ملي نجبد البلاستيكه ديالي راه غنستعملها كامله ما يمكنش نرجعها. هنايا هاد السكر سنيده اولا سنيده كتعمل كماده حافظه لهاد الفريز هذا. يعني راه واخا يبقى عندك عام ما كيفسد ما حتى شي حاجه. هانتوما شوفوا درت واحد المعلقه ديال السنيده صافي وكنخرج الهواء وكنسد البلاستيكه مزيان ومباشره كنمشي نوضعها في المجمد راه ما كنحطهاش حدايا. هذا هو يعني الطريقه اللي خصكم ديروا الصحيحه باش ما يطلقش لكم الفريز ديالكم الماء مباشره. درت ليها بحال هكا سديتها رانا كنخشي مباشره في المجمد. والمجمد ضروري يكون عندكم كيجمد بسرعه. الا ما كانش عندكم يعني شي مجمد اللي هو زوين يعني تيجمد بسرعه وهكا، الا كانت شي ثلاجه شويه ناقصه الجوده ديالها بلاش عليكم هاد الطريقه الثانيه. استعملوا الطريقه الاولى اللي غنشرحها لكم ان شاء الله بالتفصيل باقي. هانتوما كنوضع السنيده اولا السكر وكنديرها كنخرج الهواء ومباشره كنبقى نحرك هكا الفريز ديالنا كيتلبس ديك السنيده وكنمشي نوضع في المجمد. عاد نجي نكمل معكم. هنايا راه حيت مزربه الفيديو داكشي اش كيبان لكم كنخدم وحده مورا وحده. ما تحطوش حداكم نهائيا وضعوه في المجمد. كنقولها وتنعاودها بالنسبه لهاد الطريقه هذه.
هاد بالنسبة للناس اللي ما كيبغوش يستعملوا السكر، يعني بلا ما ديروا الطريقة الثانية. يعني هاد الشيء علاش كنقول لكم انا، يعني رأيي الشخصي، هاد الطريقة هي اللي كتعجبني، هذه هي اللي كنعتمد بزاف. عملية، صراحة يعني تتعجبني بزاف، هذه هي اللي كنعتمد دائما. الفريز ديالنا حنا جمدته من المجمد، كيف كتلاحظوا كل فريزه كتجمد بوحدها، راه كيولي قاصح. ومني كنوضعوه اما طاسات اما بلاستيكات، كيبقى لنا الاختيار. والميزه ديال هذه الطريقه هذه انني نقدر نفتح الطاسه ونهز منها الكميه اللي انا محتاجه، ونعاود نسدها بسرعه ونرجعها للمجمد. يعني ماشي ضروري نستعمل ديك الطاسه كامله، حيت كتبقى كل حبه بوحدها. واخا توضعوها في المجمد ديالكم راها كتبقى كل حبه بوحدها. هذه هي الميزه ديال هذه الطريقه. والميزه اللي وحده اخرى اللي زوينه هي انها ما فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، كتقدري تستعمليه استعمالات اللي هي عديده وفي اي حاجه. وبالنسبه للناس اللي ما تيشربوش العصير فيه السكر، انا وحده منهم، ما تعجبنيش كاع العصير فيه السكر نهائيا. ما تمضقش داك العصير، يعني تيجينيش كاع اللوغو ديال ديك الفاكهه اللي كليت، ولا كبقى بحال كنتمضق غير الحلاوه. وهي صراحه احسن حاجه انكم تشربوا العصائر بدون سكر. هنا وضعت حتى في الاكياس كيف لاحظتوا، هذه اللي كنستعمل معكم ديال المجمد اللي كناخذها من الاسواق الكبرى او الهري. دائما كيجيوني تساؤلات ملي كتاخذي هاد البلاستيكات هادو، حتى هما كنبقى نحل البلاستيكه كنجبد الكميه اللي انا محتاجاها فقط. هنايا بالنسبه لطريقه الاستعمال، يعني منين بغي نصايب العصير ديالي كنجبد الفريز ديالي وتنوضعو في الحليب، تنوضعو مباشره في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وتنوضع عليه الحليب او عصير الليمون او شنو ما بغيت انا. كنخلي واحد تقريبا شي 3 دقائق 4 دقائق بينما تفاعل شويه مع داك سميتو الترخه، يعني ما بقاش مجمد بزاف. على حسب الميكسور ديالكم تقدروا تطحنوه حتى هكاك مجمد الا كان الميكسور جوده اللي هي مزيانه. ما كانش يعني كتخليو واحد شويه عاد كطحنوا هذا العصير ديالكم، ما تخليوش حتى تجبدوا الفريز ديالكم تخليوه حتى كيطرخ عاد تستعملوه، لا يعني مباشره من المجمد نخليوه واحد 2 دقائق 3 دقائق، ولكن في الحليب ولا في العصير اللي حنا غنستعملوه. كنتمنى ان شاء الله نكون جاوبتكم على جميع التساؤلات اللي كتخليو لي، ولا غفلت على شي حاجه في هذا الفيديو هذا خليوها لي ان شاء الله في التعاليق نجاوبكم عليها. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.